يا صباح الخير عليكي. الواحد بيبقى عنده شوية أحلام مكبوتة جواه. يعني ساعات بكون عايزة أبدأ في حاجة بحبها، مشروع أو هواية أو حاجة اتمنيت أعملها زمان واتنست. بس بخاف لحسن أفشل، أو إن حد يتريق عليا، أو يبقى دمي تقيل وما تحبش، أو أحس إن اللي أنا بعمله دوت مش هيكون له فايدة، محدش هيستفاد بيه، أو يمكن ما عنديش الشجاعة إني أبدأ، خايفة من نفسي ما أقدرش أكمل، وبتلكك انه راحت عليا خلاص، واني كبرت وفي شباب طالع فاهم عني وعنده وقت وفاضي اكتر مني. يعني مثلا كان نفسي اتعلم السواقة رغم ان ما عنديش عربية، بس بحس ان الانسان لازم يبقى عنده المهارة دي. ممكن اتحط في موقف احتاج فيه اخد العربية واهرب، او حصلت حادثة ولازم انقذ حد. وزي السباحة برضو، ضروري برضو الواحد يعرف يعوم، حتى لو مش هنقذ حد، ممكن ادرب ستات زيي ويبقى ده مصدر رزق ليا. حتى ممكن احترف واخد بطولات. بحب الطبخ وكنت عايزة اعمل قناة، بس مش بعرف اصور ولا عندي فلوس اجيب معدات زي المشاهير. طب اكتب كتاب، بس مين هيقراه؟ يعني ما هي الدنيا مليانة كتب، يعني ناقصة. وافضل كده كشرة ومنع الفرحة تدخل قلبي، وقاعدة اسمع نفسي كلام يغم النفس لحد ما صدقه. اصلي مش هعرف، مش هنجح، اصل محدش هيسمعني ولا هيقرالي، واهي الدنيا تلاهي. ومش هاخد بالي ان حبست جوايا حلم، رغم ان ساعات كده في حاجات بتنغز فيكي كل فترة والتانية. حاجة تقولك فاكرة لما كنا عايزين نقضي على الأمية؟ فاكرة ايام ما كنا عايزين نعمل مشروع مواصلات يحترم الستات؟ فاكرة لما كنا عايزين نعمل إعمار للقرى وننشر الوعي الثقافي هناك ونقضي على العنف الأسري؟ فاكرة حلمنا ان مفيش طفل يتوه في مصر ولا يتخطف؟ فاكرة لما كنا عايزين يعني نمحي التسول او نساعد الناس المشردة في الشارع؟ فاكرة حلمنا لأطفال الشوارع؟ حاجات كده ايام ما كنتي عايزة تغيري العالم، بس ما عملتيش حاجة. ناس كتير بتعاني بسبب احلامنا المكبوتة دي. بس حتى خلي عندك ثقة الراجل اللي السمك باظ منه وعفن فغرقه ملح وفتح محل فسخاني. يعني مخترع الفسيخ ده نجح ولقى زبون وانتي لأ؟ استحالة. يعني هو الراجل ساعة اهو، الدنيا باظت منه بس ساعة ولقى زبون، واخده بالك؟ وفي الاول وفي الاخر ده رزق، مفيش حد بينجح نصحى منه. محتاجين بس كده ايه، نصلح مفاهيم، علشان ساعات احنا بننسى اننا عايشين في ملك الملك. مفيش حاجة حلوة بتحصل في حياة اي حد شطارة منه ولا عملها بدراعه، ده كله توفيق ربنا. انت مثلا يعني معتقدة ان فلانة ناجحة عشان هي قروبة وبتعرف تعمل مشاريع؟ او ان البودكاست الفلاني ده له جماهير كتير عشان هو حاجة ما حصلتش؟ او فلانة عيالها مش مطلعين عينها عشان هي مربية فاضلة ما جابتهاش ولادة؟ لا، ده رزق. ولو عايزة رزق اسعي، وافتكري ان مش كل الرزق فلوس. عشان بس اللي بيقولك انا بسعى ومش بوصل لحاجة، ممكن تسعى لكن ما تاخدش رزق مادي، لكن تاخد خبرة تفيدك، او تكسب معرفة ناس ينفعوك، او تطلع بنصيحة تخليك تغير شغلك كله وتكتشف انك كنت ماشي غلط. او يا سيدي ما تاخدش حاجة خالص ويكون ده ابتلاء لصبرك. هقولك مثال. انت يا ستي بتبيعي موز مثلا، نزلتي بعربية موز وقفتي في الشمس في مكان مليان ناس ومستفة الموز بشكل حلو، بس محدش اشترى منك. فقلتي طيب هعمل خصم على سعر الموز يمكن حد يشتري، بس برضه محدش جه اشترى. سبتي المكان ده خالص ورحتي وقفتي في حتة تانية، برضه محدش اشترى. انتي النهاردة ما اخدتيش رزقك فلوس، بس اخدتي ثواب على سعيك. ممكن ربنا يكون حماكي من اذى او نجى عيالك من مرض، او رزقك النهاردة كان ستر وعافية. رضيتي بقضاء الله فاخدتي ثواب على ده، حمدتي ربنا واسترجعتي وقلتي لعله خير، خدتي ثواب على حسن ظنك بالله. ما يأستيش من روح الله
وهتنزلي تاني بكرة تسعي على رزقك، هتاخدي ثواب ده. قلتي دي حاجة تقرف وشغلانة تقرف وعيشة تقرف، هتاخدي بيه الجزمة. من رضى له الرضا ومن سخط له السخط. ويمكن كل سعيك ده يتعلق في الآخرة أصلا. في الآخرة ربنا هيغمس أكثر أهل الأرض شقاء في الجنة، وهيسأله هل رأيت شقاء قط؟ هيقول لأ، وده أكثر أهل الأرض شقاء. معلش خدي معايا كده دقيقة نتخيل أكتر واحد شقيان في الدنيا ده عامل إزاي. ممكن يكون واحد مريض وجعان، ما عندوش بيت، الناس بتعذبه، ما شافش راحة خالص، ما يعرفش غير الوجع، حياته كلها ألم بدني ونفسي، ما نجيش جنبه حاجة احنا. فاعملي الحاجة اللي بتخليكي مبسوطة، ومش مهم النتيجة. اسعي، ولو مكتوب ان حد هيستفاد من اي حاجة بتعمليها مفيش حاجة هتمنع ده، بس اسعي، لان ربنا بيسبب الاسباب. خدتي حاجة خير، ما اخدتيش حاجة خير برضو، اديكي عملتي حاجة تبسطك. ما تهتميش برأي الناس ولا تعليقاتهم على قراراتك، طالما اللي بتعمليه مش حرام. وحاجة اخيرة، كتر الرزق ملوش علاقة بكتر الشغل، الرزق ده بقدر، ولو عملتي اللي مش هتاخدي اكتر من قدر رزقك. بس اسعي، ما تبقيش ضيف شرف في الحياة، اسعي ولو بشق تمرة. وافتكري، تيجي متأخر احسن كتير انك ما تجيش خالص. واشوفك تاني الصبح ان شاء الله. سلام.